يعاني الطفل سراج موسى من غيبوبة تامة وأيضا من شلل رباعي جراء حادث مروري وقع له مع أسرته وحول حياته إلى السرير الأبيض الذي يرقد عليه منذ 4 سنوات في مستشفى الملك فهد المركزي بمنطقة جازان. الطفل سراج موسى بكري البالغ من العمر 5 أعوام على جهاز تنفس اصطناعي بقسم العناية الفائقة في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان منذ 4 أعوام، وهو يتغذى بواسطة أنبوب من الأنف. تعرضنا للحادث أنا والأسرة تاريخ 17/4 عام 1431. أصبنا بإصابات متفرقة والحمد لله على كل حال، لكن الإصابة الأدهى كانت في الطفل سراج، والإصابة تتمثل في خطأ طبي، لأنه من وقت الحادث أصلا ما كان هناك في إصابة، لأنه وقت الحادث كان يبكي وكان وضعه طبيعي جدا، ولكن عند نقله من مستشفى أباريش إلى مستشفى الملك فهد حدث خطأ طبي بعد وضع طوق ساند للرقبة. فوجئنا بعد ذلك بوصوله إلى مستشفى الملك فهد وعمل له إنعاش، وبعدها دخل في غيبوبة إلى هذه اللحظة. وضعه كما تشاهدون الآن نفس الوضع من 4 سنوات و3 شهور، لا تغيير فيه ولا أي مقدمات في التحسن. التقارير الطبية واللجان المتخصصة التي وقفت على حالة الطفل سراج بكري أوصت بمتابعة علاجه في مستشفى الملك فهد بجازان لعدم وجود علاج ناجع لحالته داخل المملكة. الطفل سراج عمره الآن 5 سنوات، دخل مستشفى وخاصة العناية المركزة للأطفال منذ 4 سنوات إثر حادث مروري أصيب له مع والديه. طبعا إثر الحادث يصيب بإصابة بالغة في أعلى الحبل الشوكي، ومنذ دخوله العناية المركزة للأطفال وهو في حالة شبه غيبوبة وشلل رباعي إثر الإصابة في أعلى الحبل الشوكي. ومن دخوله وهو يعتمد على الجهاز التنفسي الصناعي. طبعا حالته في الوقت الحالي مستقرة، يعمل له، يتلقى كل العناية الفائقة التي يحتاجها في العناية المركزة من عناية تمريضية، تغذية، والحمد لله في الوقت الحالي ليس لديه أي التهابات أو جروح أو قروح في الجسم. يظل البحث عن العلاج هاجس المرضى أو من يقف على متابعة حالتهم من ذويهم، ويظل التعلق بأدنى إمكانية للعلاج أملا يراود الجميع، حتى مع محاولات الإقناع التي يلجأ إليها من يتولى علاج هؤلاء المرضى بإمكانية العلاج محليا أو استعصائه بالكلية. تم التواصل مع الوزارة أيضا، والوزارة مشكورة ما قصرت. الوزير شخصيا كون لجنة من كبار الاستشاريين في تخصص جراحة المخ والأعصاب، وتخصص العناية المركزة للأطفال، وتخصص أمراض الأعصاب في الأطفال. وجاء الفريق من المملكة، من الرياض ومن جدة، وعاينوا الحالة، وبعد شرح وفحص مفصل للمريض وللفحوصات التي أجريت له أيضا توافق رأيهم مع رأي الأطباء في مستشفى الملك فهد بأن هذا هو العلاج الذي يمكن أن يقدم للطفل سراج في هذه المرحلة، وهي علاج تحفظي، تنفس صناعي، وعناية تمريضية فائقة. غيبوبة تامة وشلل رباعي إثر إصابة في الحبل الشوكي تعرض لها في حادث مروري مع أسرته. الطفل سراج بكري يرقد هنا في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان منذ 4 أعوام، يعاني من شلل رباعي نتيجة حادث مروري، ينتظر فرصة العلاج خارج الوطن. لمساء الوطن، عبد الله الفيفي، جازان. الحقيقة آلمنا كثيرا عبد الله الفيفي بمشاهدة هذا الطفل. أولا نتمنى أن يعافى قريبا بحول رب العالمين. صالح، حادث قضاء الله وقدره، ولكن ارتباط المسألة بخطأ طبي
وبعد كذا يكون في لجنة من الوزارة تشكل من الرياض وجدة، ويحدد أن الوضع الحالي هو العلاج. يعني أول شيء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي هذا الطفل سراج حتى يتمتع بحياته وشبابه ويلهم أهله، وأيضا الصبر على وضعيته. والنقطة الثانية أتمنى، يعني هي رسالة من خلال مساء الوطن، من خلال القناة الإخبارية، أن يجد الحقيقة صدى من معالي وزير الصحة المهندس عادل الفقيه، أن يجد صدى للمسؤولين لنقل الطفل سراج إلى خارج المملكة وإلى منطقة أو حتى مركز الملك فيصل التخصصي في الرياض، حتى لعل وعسى أن يكون هناك سبب من الأسباب التي يتم في معالجة هذا الطفل. هذه النقطة. النقطة الثانية هي رسالة الحقيقة إلى كل من يقيم على هذه الأرض. الحقيقة هناك ساهر، وهناك هذه السرعة الحقيقة، وهذه ناتجة من أضرار المرور، وبالتالي أضرارها فادحة جدا. يعني بعض الناس متذمر من وجود ساهر، لكن هي رسالة أنه من تقيد بالسرعة بإذن الله تعالى أنه هناك نوع من السلامة، اللي هي ربما هذا الطفل سراج ناتج من خلال حادث شنيع وسليم فقدت الأسرة. وإحنا نسمع كل يوم أسرة تفقد أبويها، تفقد أولادها بسبب السراج. بس في حاجة مهمة خليني أقولها. مراسلنا عبد الله الفيفي الآن من هناك تواصل معنا الآن، يقول أنه الحالة هذه كان في وجه لها أمر ملكي بعلاجها بالخارج منذ 4 سنوات، ولكن لم يتم تنفيذه إلى الآن. هذا سؤال كبير يعني نوجهه إلى وزارة الصحة. أولا في الخطأ، إذا كان هناك خطأ طبي أصلا كما قال والد الطفل في التقرير، أو يعني إذا كان في خطأ أن نجد من أخطأ ويحاسب. هذا أولا. الثاني أنه تنفيذ الأمر الملكي بعلاج الطفل بالخارج 4 سنوات يرقد بهذا يعني الشكل يؤلم العدو قبل الصديق. نتمنى من وزارة الصحة مشكورة، ومن معالي وزير الصحة المكلف مهندس عادل الفقيه مشكورا، أن يعني يتعاملوا مع هذه الحالة، لأنه احنا في يوم نشهد فيه إنجاز عظيم طبي للمملكة العربية السعودية بفصل التوائم رنا ورنيم، وأيضا ننظر إلى جازان الحبيبة ونشاهد هذا الطفل يرقد منذ 4 سنوات على هذه الأجهزة دون حل، بالرغم من توجيه حسب ما ذكر لنا وأمر ملكي بعلاجه في الخارج. نتمنى أنه يلقى الصدى الحقيقي. بسيط بس إذا سمحت لي، لأنه يمكن الهيئة الطبية في أكثر من موضوع سبق أنه طرح حتى في الإعلام، سواء المقروء بعض البروتين أو الروتين أو البيروقراطية اللي موجودة لدى الهيئة الطبية يمكن أن تأخرت في علاج سراج، وفي يمكن أكثر من حالة تتأخر أسبوع مرة، لكن 4 سنوات. يعني هذه فيها خلل الحقيقة. نفس الهيئة الطبية اللي هي في تتولى هذا الموضوع يبدو أن فيها خلل. أتمنى أنه يلتفت لها معالي الوزير المهندس عادل حقيقة، لأنه أكثر من حالة. أكيد. وفرع الوزارة الوزارة ملكي، فرع يعني وزارة ينفذ فرع الوزارة في جازان، وأيضا مستشفى الملك فهد. يعني نتمنى منهم فعلا أنه ما يعني توصل الحالة فقط إلى ما هي عليه ونسكت. في أمر ملكي لعلاج الطفل هذا بالخارج. نتمنى منكم أنكم تتفاعلون على الأقل لإيجاد حل إن كان الخطأ فعلا من طاقمكم الطبي، وإنقاذ هذا الطفل وإنهاء معاناة أسرة كاملة ل4 سنوات تتردد يوميا على هذا الطفل العزيز عليهم.